السلام عليكم. مصر بتفوز على ملاوي المتواضع 2-0 وتحتل المركز الثاني في المجموعة اللي على رأسها غينيا. يعني مصر وغينيا وأثيوبيا وملاوي ومصر المركز الثاني بفرق الأهداف عن غينيا، هم 6 وإحنا 6. أما تيجي تقول اسم مصر في مجموعة زي دي المفروض تحط مصر في الأول وتشوف بقى مين اللي جاي، اللي يجي ولا ما يجيش. لكن احنا مصعبين على نفسنا. ان كان مصر مصعبة على نفسها في مجموعة معهاش حد، والاهلي مصعبة على نفسه في مجموعة معهوش غير سان داونز، والزمالك خرج من مجموعة معهوش غير الترجي. لكن احنا مصعبين على نفسنا، الكرة المصرية بتصعب على نفسها. لكن لو جينا على الماتش، يعني اما تكسب فريق متواضع 2-0 ويعتبر في فرق في الدوري المصري اتقل منه 2-0 بس وعلى ارضك وفي 20,000 متفرج او مشجع، وبقى حرام عليك. ده في فرق في الدوري المصري اتقل منه. انت ما بتلعبش السنغال، ما بتلعبش الكاميرون، ما بتلعبش كوتوفوار، ما بتلعبش المغرب، ما بتلعبش تونس. فالفريق زي ده ياكل 5-6. وخلي بالك انت ادائك كان كويس لغايه الجون الاول، بعد كده مش موجود. غينيا مسك ملاوي مسكت عليك كوره. مش فاهم يعني. حتى لو المدير الفني ده اول ماتش ليه، يعني يا جماعه في ايه؟ المفروض فريق زي ده جاي على ارضك تاكله 5-6. ادائك كان كويس لغايه الجون، بس انت بتلعب ملاوي، ما بتلعبش فريق تقيل. لكن لو جينا بقى عايز اتكلم في حته مستوى محمد صلاح. الراجل بيلعب النهارده تحس ان هو فارق عن الناس اللي جنبه بكتير. الراجل بص، ما بيجريش، ما بيهلكش نفسه. وخلي بالك ده كويس، هو بيلعب على حجم الماتش، هو بيلعب ملاوي. والراجل رغم كده عامل اسيست بجون، وهو اللي جايب الجون، والكرة بادئة عنده وانتهت عنده بهدف. يعني هو ادى الكرة لمحمد حمدي والراجل عملها له راح جابها جون. ادى الكرة لمرموش جابها جون. مع ان لعب كذا كرة لمحمد حمدي، ومحمد حمدي عملها نفس الطريقة، واحدة لمرموش باين، واحدة لمصطفى محمد، وما عملوش حاجة. الراجل فارق كتير عن اللي جنبه. في حاجة بقى كويسة في المدير الفني اللي هو مش اسطمبات يعني. محمد بيلعب وينج، محمد صلاح بيلعب وينج يمين، زيزو وينج يمين. لا، هو واحد يلعب واحد يركن. لا، الراجل بيستفيد بزيزو برضو، يعني الباور بتاعه عالي. الراجل جراي. فايه يعني لما استفيد بيه في نص الملعب، وهو بيريح على محمد صلاح شويه. فدي حاجه كويسه في المدير الفني. في نقطه بقى عايز اتكلم عليها، هو ليه 20,000 مشجع بس؟ ليه مش 50 زي ماتش الاهلي والهلال؟ يعني اصلا الكرة في مصر معمولة، والفرقة دي معمولة عشان المنتخب المصري. ليه ادخل للاهلي 50 وادخل لمصر 20؟ مش فاهم يعني. اجواء رمضانية والدنيا هادية والدنيا جميلة، دخل يا عم استفيد بقى. عملت 50 في ماتش الهلال، اعمل 50 في ماتش مصر، عشان تبدأ العجلة تدور. ما فيش كورة من غير جمهور. اكيد مش اكيد يعني مش الاهلي مش احسن من مصر، ولا الزمالك احسن من مصر، ولا اي فريق احسن من مصر. الكرة معمولة كلها والفرقة معمولة كلها عشان منتخب مصر. زي ما قادر تدخل 50 في ماتش الهلال، كنت قادر تدخل 50 في ماتش مصر. ان شاء الله التوفيق لماتش مصر مع ملاوي يوم التلات. ان شاء الله فريق زي ده نروح ناكله 2-3 هناك، يعني مش مستاهلة. حتى لو هتلعب في نهار رمضان ان شاء الله، يعني ايه، ربنا يكرمنا ونفوز يعني. والتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي يوم 1/4 ان شاء الله هياكل الهلال 2-3 باذن الله. ولو انت لسه بتسمعني، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.